هل الإبل خلقت من الجن؟ أي نعم، والحديث صحيح. أيوه، توضيح. ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل. مم. وهي الحكمة زي ما بقول كده، الحكمة مم. نحن نؤمن ونوقن بما صح من المنقول، يعني نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. النبي أخطرنا بذلك، يبقى سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين، خلقت الإبل من الشياطين، هي مخلوقة من الشياطين. من الشياطين ولا من الجن؟ لا من الشياطين. نعم. هكذا النص عندي. ولذلك الشيخ الأشقر يعني حفظه الله في كتابه علق عليها في عدة أسطر، وطبعا مشايخنا بالإجماع علقوا على هذا الحديث، والحديث وارد وصحيح. طيب يا شيخنا، كيف نأكلها وهي مخلوقة من الشياطين؟ ممتاز جدا. أصل الخلقة معايا ازاي يا باشمهندس وسام؟ يعني لا تعتمد على الإطلاق على ذات الحكم. يعني أوضح المسألة. يعني الشيطان هل نراه؟ لا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب لو أن الشيطان تشكل بصورة جاموسة وسقطت الجاموسة وذبحها الناس ولم يعلموا أنها إيه؟ شيطانا، جاز أكلها أم لم يجوز؟ جاز أكلها. طيب هذه خلقها الله تبارك وتعالى من طباع هذه، لكن خلقها بلحم وعظم وأحل لنا طعمتها، خلاص يبقى الحكم يندرج عليه. طيب يا شيخنا.